محمد الشيخ أول ملوك السعديين اللي كان عالم أديب قوي الإرادة، هو اللي استطاع أن يقضي على الوطاسيين اللي جعلوا العثمانيين كيتدخلوا في الشؤون الداخلية المغربية وأطماعهم في السيطرة على المغرب. هذا الملك العظيم هو اللي كون الدولة السعدية اللي انتصر على البرتغاليين انتصارات عظيمة وطردهم من حصن فوينتي سنة 947 وأخرجهم من حصن أسفي سنة 948، وفي نفس السنة أخرجهم من أزمور. وحارب العثمانيين وأفشلهم في استعمار المغرب في وقائع كثيرة، واسترجعت تلمسان سنة 957 إلا أن العثمانيين أرغموا على مغادرتها. قد حاول السلطان العثماني سليمان القانوني أن يعقد معه معاهدة يعترف بها على الخلافة العثمانية على المغرب، فأبى الخضوع لذلك وكان يراه استعمار. وأجاب الوفد الذي وجهه إليه سليمان القانوني الذي كانت تخشاه جميع ملوك الدنيا بهذه الكلمات: الجواب عن هذا سيكون في مصر يا سلطان الحواتة. فقد كان عازما على طرد العثمانيين من شمال إفريقيا وتوحيد المغرب الكبير وتكوين إمبراطورية عظمى كما كانت في عهد المرابطين والموحدين. ولقوته خشي سليمان القانوني من مواجهته، لذلك أرسل إليه جواسيس على أنهم معارضين وهم من جند آيالة الجزائر. الخطة تقتصر على أنهم سمعوا بمنزلته الشريفة فرغبوا في جواره والتشرف به، وهم إن شاء الله السبب في ضمه آيالة الجزائر إليه. هكذا صاروا كل صباح كيدخلوا عليه وكيسلموا عليه حتى تسنات لهم الفرصة لاغتياله. وهذا بالضبط لما كان كيعمل حملة بجبل بني درن نواحي تارودانت. دخلوا الخيمة ديالو ليلا على غفلة من حراسه وهو نائم وضربوا عنقه بشاقور. في ديك الليلة تقتل مع السلطان مفتي الدولة أبو الحسن علي بن أبي بكر السكتاني وكاتب الدولة أبو عمران الوجاني. كان ذلك سنة 964، وفقد بذلك المغرب آنذاك ملكا بطلا من أبطاله الكبار. قال يوما وهو محاط برجاله: ينبغي للملك أن يكون طويل الأمل، لأن الراعي تصلح بطول أمله. وله شعر يقول فيه: الناس كالناس والأيام واحدة، والدهر كالدهر، والدنيا لمن غلب. هذا الملك العظيم كان يرى المغاربة في عصره لا يقلون عن المغاربة في عصر المرابطين والموحدين، فالزمن في عصرهم هو بعينه في عصر السعديين، والسلالة المغربية هي بنفسها، وإنما ينقص المغاربة أن يؤمنون بذلك ويتقدموا إلى ميدان العمل مؤمنين بأنفسهم، وأن يعلموا حقيقة تخفى على الكثير، وهي الدنيا لا تخضع إلا للأقوياء.